السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نحضر مع بعض النهاردة القرص الناشفة او القراقيش الناشفة بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نشوف المقادير معانا ايه. معايا هنا سمنة ولبن وريحة كحك وسكر وخميرة ورشة ملح وبيكنج باودر وسمسم والدقيق. هكتب لكم المقادير في الوصف. جبت اللبن بتاعي ونزلت عليه بالخميرة والسكر، هقلبهم كده وهركنهم بقى على جنب 10 دقايق لحد ما الخميرة بتاعتنا احس انها ايه، فارت كده واشتغلت معانا. معانا بقى هنا كيلو دقيق، هنزل بيه في حاجة واسعة. هنزل بقى بالسمسم بتاعنا، وبعد كده هنزل بالبيكنج باودر ورشة الملح وريحة الكحك بتاعتنا. يعني انا نزلت كده بكل المواد الجافة على بعض. هفضل بقى اقلب فيهم كده شوية لحد ما كل المكونات دي تدخل في بعضها. بعد كده هنزل بالسمنة بتاعتنا. مش لازم يا جماعة كوبايتين سمنة، ممكن تستخدمي كوباية سمنة وكوباية زيت على حسب انتي ما عايزة تستخدمي ايه. ممكن تحطي كوباية زيت على كوباية سمنة، ممكن تحطي الاتنين سمنة. اقلبهم كده في بعض شوية. انا بقى هستخدم ايدي عشان احس بقوام العجينة في ايديا. هفضل بقى ايه، افرك في العجينة كده شوية لحد ما احس ان هي رملت معايا زي كده. بعد كده هنزل بالحليب بتاعي. القراص يا جماعة مش بتحب العجن الكتير، يعني بايدك كده لميها كده بالراحة لحد ما تحسي انها ايه، كلها لمت معاكي زي كده. هلم العجينة بقى كلها على بعضها لحد ما يبقى قوامها معايا بالشكل ده، طرية كده في ايديكي. هغطيها بقى واسيبها 30 دقيقة. وبعد 30 دقيقة خمرت معايا. هنشتغل بيها بقى على طول. هفردها معايا بقى كده زي ما انتوا شايفين. هشيل بقى الزوايد كده من الجناب علشان شكلها يا جماعة بأي سكينة بأي قطاعة عندك. هساوي العجينة بتاعتي كده من كل الجناب. هفرد بقى العجينة بتاعتي واظبطها. هقطعها كده بقى صوابع. بعد كده هجيب عندي اي صاج فرن، هحط فيه ورق زبدة وارص القراقيش بتاعتنا. هدخلها في فرن سخن على درجة حرارة 180. اول ما تحمر معاكي من تحت ومن فوق هتيجي مخرجاها. هتاخد معاكي ممكن تلت ساعة في الفرن. هقطع بقى باقي العجين معايا بنفس الطريقة، وهرصه برضو في الصاجة وادخله الفرن. ممكن كمان تجيبي اي كاس عندك وتعملي بيه على شكل هلال كده، تفرحي اطفالك بيه زي كده.
هدخلهم بقى الفرن. وكده بعد ما خلصته بقى وسويته في الفرن، بصوا طالع معايا ناشف. جميل يا جماعة، الطريقة دي جربوها وان شاء الله تعجبكم. هرصه بقى في اي طبق او في اي حاجة معايا. وبكده خلصنا يا جماعة، وخلص الفيديو معانا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.